معرفة التوكل على الله، وأن الرزاق هو الله، وأن الرزق يأتي بغير قوة، إنما يأتي بعد بذل السبب، يجعلك تطمئن وترضى برزقك وتفرح إذا رزق الرزاق ذو القوة المتين غيرك، لأن رزقه الذي عنده ليس بحوله ولا ذكائه، إنما بحول الله. أمر الله عباده بالتوكل حتى يعيشوا فوق الأرض متفائلين. والله الواحد منكم ماذا يقول؟ أنا الحمد لله بذلت السبب، الله ما بارك في السبب، أنا مرتاح أن الذي أمرني به فعلته، والذي وعدني به صرفه عني ليرزقني في مكان آخر. ثم كل واحد منكم لو يعطى الآن، أقسم بالله أي واحد منا لو أعطي الآن 1000 مليار اللي يسمونه تريليون على أن يترك الإسلام ما تركه، صحيح؟ والله ولا رمشة عين، ديني أنا غني به أكثر من كنوز الأرض. إذا نحن أغنياء. باختصار تعطيني عيونك وأعطيك، نخفض المسألة، مليار، والله ولا عيوني، الله يجزاك خير، ولا عيوني. فكيف الحياة أرى جمالها بالعين؟ إذا أنت بالعين وقبل ذلك بالإسلام غنيا، فاحمد الذي رزقك. نحن جميعا أغنياء، لكن بعضنا وضع الرزق في صرافة أو في حساب بنكي، وهذا المسكين ما علم أن الله يعطي أحيانا ليشقي، ويصرف الرزق عن بعض عباده لأنه يحبه. وهنا وقفة. إن البعض يعتقد أن الرزق ريال ودولار. لا يا أخي الحبيب، الرزق ليس هذا. الرزق أحيانا أحبابي، أتعلمون أن أعظم ما يعطيك الله من الرزق يعطيك الأخلاق، يعطيك الأبناء، يعطيك الزوجة الصالحة. حتى ولو كنت فقيرا فقد يعطيك أغلى من المال، وقد يعطيك المال ويسلب منك الآخر. الرجل الذي لا ينجب له وعنده عمارة، لو ضمن أن الله سيعطيه ببيع العمارة صدقة أو هبة يعطيه ولد، تنازل عن العمارة كلها يبي ولد. طيب كم واحد عندك من أبنائك تجلدهم صباح مساء؟ أما حمدت الله عليهم؟ وكم واحد يتمنى الزوجة الصالحة؟ زوجتك هذه قرة عينك، وأنت كل ما رأيتها تقول ربنا اكشف عنا العذاب، وهي تقول ربنا اكشف عنا العذاب، مع أنها من نعيمك المعجل، لكن ما حمدت الله على أنها رزق. هي رزق. الرزق الله يعطي كما قال كثير من أهل العلم، وهي من أجمل ما قيل، كما أن الله وزع الأرزاق وزع الأخلاق. فكم من ذو مال فقير في خلقه، وكم من فقير غني بأخلاقه. إيش رأيك يا أخي؟ تريد غنى المال مع فقر الأخلاق، أم غنى الأخلاق مع فقر المال؟ بلا شك أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، وأثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. ويا حبذا الجنة، يا حبذا أن تجتمع، لكن إن لم تجتمع فمن التوكل على الله بعد بذل السبب أن تطمئن على أن المسبب سبحانه شاء وقدر لك الخير.